كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن إخفائها لخبر إصابتها بمرض السرطان أثناء حلولها ضيفة في بودكاست مننا وفينا. وأجابت لميس الحديدي خلال البرنامج على سؤال سبب إخفائها للمرض عن الجمهور. قالت: ليه بتجيبي السيرة دي؟ مش لازم الناس تعرف، ده من 10 سنين وده وجع يخصني، وأخاف الناس تقول بتاجر بحاجة. أنا خبيت المرض على ابني لحد ما كبر، ولما بيجي المرض بتستخبي، وعندي زرار جوايا بدوس على أي حاجة عايزة أنساها. يعني لو حد ضايقني بعد سنة ممكن أسامحه. وعن تجربتها مع المرض، وصفت لميس الحديدي الفترة اللي عرفت فيها بإصابتها بمرض السرطان بإنها كانت كابوس، لكنها تمسكت بالأمل في الشفاء، ووجدت الدعم من ابنها وأمها وزوجها الإعلامي عمرو أديب، بالإضافة إلى أصدقائها وعائلتها وبعض المقربين منها. وذكرت الإعلامية إن أصدقائها كانوا يقيمون حفلات خلال جلسات العلاج الكيماوي، وأنها كانت تسجل حلقات برنامجها مع الأستاذ محمد حسنين هيكل بعد انتهاء هذه الحفلات. وقالت لميس: صحابي كانوا بيجوا خلال جلسة العلاج ويعملوا حفلة، وكنت بخلص الحفلة وأسجل حلقة الأستاذ محمد حسنين هيكل، مؤكدة أنها لم تغب في أي يوم عن جمهورها خلال فترة مرضها.